السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم واحد الطاجين اللي بالخضرة وكيجي صراحة معلق وخاتر. غادي يعجبكم، انا متأكدة من هذا الشيء. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما تنساوش تصليو على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله وعلى بركه الله. نبداو ان شاء الله في تحضير الطاجين ديالنا. غادي نحتاجوا واحد الكميه ديال الدجاج اللي كتبقى على حساب افراد ديال الاسره. بالنسبه لي صراحه كنت صراحه مزروبه على هذا الطاجين، داكشي علاش استعملت الطاجين ديال الحديد، ولكن الا كان عندكم الوقت الكافي من الافضل تستعملوا طاجين ديال الطين، غادي يكون صحي اكثر. على بركه الله بدينا ان شاء الله. درنا الدجاج ديالنا، ضفنا ليه البصله شلطناها، ضفنا لها كذلك جوج دروس ديال الثومه وبالتوابل. غادي نحتاجوا واحد الملعقه صغيره ديال الخرق بلدي، ملعقه صغيره ديال سكينجبير، ملعقه صغيره ديال التحميره، والبزار كذلك ملعقه صغيره تقريبا. والان غادي نضيفوا الزيت. بالنسبه للزيت تقدروا تضيفوا الزيت الروميه ولا البلديه على حسب شنو كتفضلوا، على حسب شنو كاين. تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال زيت الروميه انا ضفت. وبالنسبه للملح كيبقى على حسب الذوق او لا، يعينكم ميزانكم. غادي نضيفوا الان واحد الكميه ديال الربيع، قزبر ومعدنوس مقردين، تقريبا واحد المعلقه كبيره عامره. والان غادي نشعلوا النار ديالنا اللي غادي تكون تقريبا متوسطه ولا مهيله. غادي نحطوا فيها الطاجين ديالنا وغادي نخليو هذاك الشيء باش الله يتشحر لينا ويشرب العطريه مزيان. غادي نسدوا عليه الطاجين ونخليو كل مره نحركوا شويه باش داك الشيء ما يلصقش لينا. الان غاجي دور باش يلا نوريكم الخضر اللي غادي نستعملوا في هذا الطاجين. بالنسبه لي انا استعملت البطاطا، جوج بطاطات سمايه، وكاينه القرعه الخضراء والخيزو كذلك. الان بديت في النجار ديال الخيزو. المهم كتبقى الكميه ديال الخضر على حسب الافراد ديال الاسره اللي دايرين اللي كاينين في الدار، وكذلك على حسب عاوتاني الخضره اللي عندكم. المهم هاد ثلاثه الخضر اللي قلت لكم كيتوافقوا بزاف مع الجلبانه ديالنا، حيت هاد الطاجين غادي نضيفوا فيه جلبانه، وصراحه كيف ما قلت لكم كيجي معلك وخاتر بهذيك الجلبانه، يعني كتطلق واحد لوغو زويون. الحلاوه مع الخضره وداك الشيء صراحه ما غاديش تشبعوا منه. حنا صراحه ملي كنديروا هاد الطاجين في الدار مستحيل يشات منه شي حاجه، يعني كلشي كيفضل هاد الطاجين، كيجي بنين 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 بزاف، وانا متاكده الا جربتوه غادي يعجبكم بزاف. المهم كنستمروا في تقطيع الجزر ديالنا. بالنسبه للناس اللي كاينين المبتدئات اللي كاع ما كيعرفوا انهم يحيدوا هذوك اللب ديال الجزر، المهم هاد الطريقه راها مزيانه، غير تبعوه راه ساهل. يعني ما اكثريه الا كان عندكم خيزو صغير غادي تتحكموا فيه اكثر، وغادي تعرفوا انكم تحيدوا ليه هذاك اللب الوسطاني. الطاجين ديالنا بدا كيتقلى والدجاج ديالنا بدا كيشرب التوابل، يعني هذيك البصله وهذيك الثومه والربيع، يعني كيجي رائع. وهذا الشيء هو اللي كيخلي الطاجين باش كيجي فيه واحد البنه زوينه ومخطر. يعني تبعوا الطريقه بحال هكا، ضروري ما تقليه واحد شويه والتوابل تشرب ليكم الدجاج عاده باش راه كتضيفوا الخضر. المهم كيف ما عارفين، الا الطاجين بقيتي كدير فيه الخاطر ديالك وبشويه عليك وبالتاويل، صراحه ما كيجيش طاجين زوين ياك. وبعدا الا الطاجين درتيه بسرعه كيجي رائع. يعني هاد الحاجه يعني كلشي غادي يكون عارفه، الحاجه اللي كتكون مزروب فيها هي اللي كتجي بنينه، والحاجه اللي كتبقى ديرها بالتاويل وبالخاطر ما كتجيش زوينه. المهم نستمروا كنقطعوا البطاطا ديالنا. هاد الطاجين كيف ما قلت لكم راه كيوجد بسرعه، يعني اللي كنتي خدامه ولا شي حاجه ورجعتي للدار ديالك وقلتي نتغدى عاد نمشي، راه الطاجين غادي ينفعك بزاف. يعني راه وجبه اللي غادي توجد لك بسرعه كثيره، وزائد انه صحي، يعني احسن من ماكله الزنقه. الانسان الان ولا في ماكله الزنقه لي ساندويتش وداكشي، ولكن كيبقى الماكله ديال الدار هي احسن حاجه كتصاوبيها بايديك ونقيه، وزيد عليها كذلك صحيه. المهم كنستمروا في تقطيع البطاطا ديالنا، كنقشروها وكنحيدوا ليها الا كانت شي سوسه ولا شي دربه ولا شي حاجه، كنحاولوا نحيدوها بالموس ديالنا. المهم راه حتى شي حاجه ما تغلبكم، يعني هذا الشيء راه بسهوله غادي توجدوه ان شاء الله. والان غادي نقطعوا هذيك القريعه ديالنا، غادي نحيدوا لها غير هذاك الفوقاني والتحتاني ديالها، وغادي نحاولوا اننا نغسلوها مزيان. ضروري تشلوها وتعاودوا تشلوها. المهم الان غادي نعاود نشللها المره الثانيه، غادي نحاول عاوتاني نديرها بين يديا ونحكها مزيان ونعاود نشللها.
والان غادي نوريكم كيفاش الطاجين ديالكم غادي يوجد بسرعه. صراحه انا كلشي عارف باللي الخيزو كياخذ طياب، ولكن الا قطعتوه بهذه الطريقه يعني كتقطعوه رقيق راه غادي يوجد لكم بسرعه كبير. يعني تقطعوه صغير غادي يطيب لكم بالزربه بحال هكا كيف ما كندير كيف ما شاركت معكم. المهم قطعوا غير بهذه الطريقه، نتا في المنظر كيبان زوين. المهم كنستمروا في تقطيع الجزر ديالنا. من بعد غادي نوريكم البطاطا حتى هي كيفاش كنقطعها. كاين الناس اللي غادي يقولوا لي راه باين تقطيع، ولكن راه عاوتاني كاينين شي مبتدئات اللي هادشي غادي يبغيو يعرفوا كيفاش تقطيعها، كيفاش كتنقي، كيفاش كديري اي حاجه. انا كنبغي نشارك معكم كل شيء باش منها اللي ما عارفش شي حاجه غادي يلقاها في الفيديو. المهم كنقطعوا البطاطا حتى هي بهذا الشكل، يعني راه غادي يطيب لكم بالزربه الا قطعتو داكشي صغير. هاد القرعه كانت كبيره قطعتها على 6 ديال الطروفه. المهم الان غادي نبداو نستفوا اول حاجه الجزر حيت كيهز الطياب. واخا قطعناه صغير مي من الاحسن انكم ديروه في الاسفل باش راه يطيب مزيان. المهم كنستفوا كندوروه على الطاجين ديالنا كامل. صراحه راه كيجي رائع رائع رائع. الدجاج من بعد ما تقلى لينا مزيان وشرب ديك العطريه، شوفوا الضغميره تبارك الله شحال زوينه. المهم غادي نستفوا فيه دابا الجزر، نكمل الكميه كامله ورجع لكم. غادي نضيفوا ليه واحد الكويس ديال الماء، قياس كاس العنبه، كاس عامه تقريبا. نضيفوه غير في الجوانب، ما نديروش من فوق الدجاج، غير في الجوانب كافي. من بعد غادي نجيبو ديك الجلبانه، تقريبا هنايا عندي شي زلافه قل شي شويه، درت واحد شويه غندير واحد الكميه فوق الخيزو، والكميه غنحتفظ بها حتى من بعد. غادي نستفوا عليها البطاطا ديالنا حتى هي على هذا الشكل. غادي ندوروها في كاع الطاجين. وإلا الخضر كانت عندكم جديده يعني باقا طريه وجديده راه بالزربه كطيب، يعني حتى هي كتعاون في الطياب. المهم كنستمروا في التساف ديال البطاطا ديالنا. ومن بعد غدا نضيفوا عليها كذلك القرعه الخضراء، كتواتى بزاف مع الجلبانه، كتجي رائعه رائعه رائعه. بالنسبه اللي ما كتعجبوش القرعه في هذه الوجبه انا متاكده انها غادي تعجبو. المهم كنجيبوا ديك الجليبينه اللي بقات لينا وكنديروها من الفوق ديال الخضر ديالنا، كتعطي حتى هي المنظر زوين. المهم غادي نستمروا في الجلبانه. والان غادي نوريكم المرحله التاليه. غادي ناخذ واحد المطيشه صغيره وغادي نديروها دوائر وغادي نحطوها من الفوق حتى هي كتجي زوينه في الطاجين. المهم غير تبعوا الفيديو كيف ما قلت لكم، انا متاكده غادي يعجبكم. ما عليكم الان الا تخليوها العافيه اللي غادي تكون مهيله اولا متوسطه. والان من بعد ما الطاجين وجد لينا هذه هي النتيجه النهائيه. صراحه كيجي هائل وكيجي يعني في واحد المذاق رائع ما بين الحلاوه والملوحه. كندير عليه واحد شويه قزبر مدنوس من الفوق، وصراحه كيجي هائل هائل هائل. بالنسبه اللي كيعجبو ان الطاجين يكون ناشف بحال هكا تخليه تنشف شي شويه. وبالنسبه اللي كيعجبو يبقى فيه صوص ولا البلول وهذاك الشيء ياكلوا بحال هكا. المهم كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من تشجيعاتكم. مع السلامه والى اللقاء الى الفيديو القادم ان شاء الله.